الله الرحمن الرحيم. رسالة إلى السفارة التركية وإلى السفير التركي في العراق من تنسيقية بغداد مستمرون. رسالة نوصلها لكم، إن كنتم لا تسمعون نسمعوها من باب سفارتكم اللي موجودة في بغداد. العراق أكبر من كل التدخلات، العراق له التاريخ، العراق له حضارة، لا أنتم ولا غيركم ولا أسيادكم من نصبكم والين على الشرق الأوسط تستطيعون أن تمسون شعرة من شعرات البلاد الرافدين. هذه رسالة نوصلها لكم بكل احترام وكل تقدير وكل عرف أخلاقي، وأنتم ضيوف في العراق ونحن نقدر الضيوف ونحترم الضيوف. اليوم وقفنا هنا نوصل لكم رسالة: كلا كلا لدخول أي عنصر أي عسكري تراكي أين يكون يحمل هوية يدخل إلى سيادة العراق. العراق معروف بالسيادة والكرامة، ونحتب على الدولة ونحتب على السياسيين ونحتب على القرار السياسي بسماع هذه الأصوات، ولم ينادوا ولم يستنكروا ولم يستحقوا. نعم، رئيس الوزراء أعطى أمر القوة الجوية بالتآخذ بتوجيه بعض قرار مخجل، قرار مخجل للأسف الشديد، قرار مخجل يا أخي. العراق يا أخي أدز على السفير شنو أمين أنا شد أنا مضيفاني وزير الخارجية ما جاء. الآن أكو توجيه للقوة الجوية العراقية بالتآخذ بتوجيه. هذا إعلام هاي الناس إذا ما تضربها من النار ما تجي وياك. هاي الناس استولت على العراق. يطالبون به إخراج القوات التركية وإخراج السفارة وإخراج كل عميل يريد يؤذي بمصلحة العراق واستقرار العراق لوحدة العراق. الشيخوي ما تقدر توصل للموصل.